الكاتوكولامينز عنوان كبير هنشرحه بالتفصيل الممل. الكاتوكولامينز دول 3 هرمونات وهما الدوبامين والنور ادرينالين وليه اسم تاني وهو النور ابنفرين والادرينالين وهو الابنفرين. ركز معايا عشان هشرحهم بالتفصيل الممل. بيتم افراز الهرمونات دي من السوبرارينال مضلة من نخاع السوبرارينال. الهرمونات دي بتسمى بالفايت اور فلايت ريسبونس، اصلها هرمونات الخوف، بيتم انتاجها في الجسم في حالات الخوف، بتزيد بشكل كبير جدا. 50% منها ووتر سولوبل و50% تانية بيدوب في البلازما الموجودة في البلاد. بيتم افراز 80% من الادرينالين من المضلة و20% نور ادرينالين من المضلة. كمان بيتم إنتاج الهرمونات دي بنسبة صغيرة جدا في أماكن مختلفة من الجسم. حلقة النهاردة حلقة في غاية الأهمية، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية الشاي بتاعتك. بس قبل ما ندخل في حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معكم كابتن. هنتكلم عن المظلة الخاصة بالسوبرينال الخاصة بالغدة القذرية. لما جينا ندرسها لقيناها بتتكون من خلايا اسمها الكرومافين وحواليها شوية أعصاب. حلو الكلام جدا. الخلايا دي هتفرز لينا الكاتوكولامينز. حلو. طيب جبنا الهرمونات دي بدأنا ندرسها لقيناها بتتكون من حمض أميني اسمه التيروزين. مسكنا الحمض الأميني درسناه لقيناه جواه حلقة مهمة جدا اسمها حلقة الكاتوكول، ومن هنا اتسمت الهرمونات بالكاتوكولامينز. جميل جدا. طب ازاي هتتصنع جوه جسم الإنسان؟ قالك التيروزين هيتحول لدوبا، والدوبا هتتحول لدوبامين، والدوبامين هيتحول لنور أدرينالين، والنور أدرينالين هيتحول لأدرينالين. كده المظلة صنعت لي الثلاث هرمونات بتاعتها. أكبر كمية هتتصنع عندي وهي الأدرينالين، ودي هتتصنع من المظلة اللي موجودة في السوبرارينال. بس خلي بالك لما جينا ندرس جسم الإنسان لقينا خلايا الكرومافين دي موجودة في الأعصاب بشكل متناثر، وبالتالي هيتم تصنيع الأدرينالين من الأعصاب بكمية قليلة وهتستخدمه كناقل عصبي. ركز معايا، الهاف لايف بتاعت الكاتوكولامينز قليله جدا، دقايق بسيطه، وبعد كده هيحصل له حاجه من اتنين: ميثايليشن بواسطه انزيم اسمه كوميت، يا اما دي امينيشن بواسطه انزيم اسمه ماو. طيب لما بيتحلل الاند برودكت للابنفرين والنو ابنفرين هتكون ايه؟ قالك هتكون الفي ام اي، وده بقدر اقيسه في البول. طب والدوبامين الاند برودكت بتاعته ايه؟ قال لك الهوموفولانيك اسيد ال HVA، وده برضه بينزل في البول وبقدر اقيسه عندي في المعمل. اكبر هرمون بيتم انتاجه من الثلاث هرمونات وهو الابنفرين او الادرينالين. عشان كده هقول لك الافكتس بتاعته على اعضاء الجسم المختلفه زي القلب والرئه والكبد، البرين، البلاد فيزل. فركز معايا. في القلب الادرينالين هيزود من معدل ضربات القلب وانقباضه. طب وفي الرئة؟ قال لك هيزود من معدل التنفس وتوسيع الشعب الهوائية. طب وفي الكبد؟ قال لك هيحفزه عشان يكسر الجلايكوجين لما يحصل هايبوجلايسيميا ويزود معدل الحرق في الجسم. طب وفي البرين؟ قال لك هيزود الأكسجين في الأنسجة. طب وفي البلاد فيزل في الأوعية الدموية؟ هيعمل انقباض للأوعية الدموية فهيرفع ضغط الدم. طب ازاي هيشتغل
بالشكل دوت. ركز معايا. خلايا جسمنا عليها ريسبتورز بتسمى ألفا واحد، ألفا اتنين، بيتا واحد، بيتا اتنين، بيتا تلاتة. الأدرينالين هيرتبط بيهم ويبدأ ينشطهم عشان يقوموا بكل الأدوار اللي أنا لسه شارحها. وعشان كده تم إطلاق جملة شهيرة على الهرمون، وهي جملة fight or flight response. الحالات اللي هيزيد فيها الأدرينالين في الجسم، أول حاجة سرطان في خلايا الكرومافين سيل اللي أنا لسه شرحها لكم موجودة في المظلة. كمان الهايبوجلايسيميا، وفي الميوكارديال انفراكشن احتشاء عضلة القلب، وفي الهايبوكسيا ويز هايبوجلايسيميا هنلاحظ زيادة الأدرينالين والنور أدرينالين. طب امتى هتقل نسبة الادرينالين؟ قالك في الاعتلال العصبي اللا ارادي واستئصال الغدة الكظرية وفشل في القشرة زي مرض اديسون. الشرح اخدنا وانت نسيت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. بسرعة الحق اشترك في القناة وتابع معانا بقية الحلقات. شوية معلومات مهمة جدا هقولهم لك قبل ما تعمل التحليل. أولا المريض لازم يكون مستلقي قبل إجراء التحليل ب 30 دقيقة، وبعد كده تسحب العينة أثناء الاستلقاء. لو هتعمل تحليل بول هيبقى تجميع بول 24 ساعة. في بعض الأطعمة زي الموز والأناناس والفلفل بيسبب ارتفاع نسبة الهرمون، وعشان كده المريض لازم يوقفهم قبل إجراء التحليل ب3 أيام، وبعد كده تبدأ تجمع البول 24 ساعة. احنا بنطلب تحليل الهرمونات في حالات ارتفاع الضغط المتكرر، بيكون مصاحب ليه صداع وتعرق وسرعة في ضربات القلب، وكمان في مرضى الضغط غير المستجيبي للعلاج. لو انت شايف ان احنا بندعم في المحتوى بتاعنا، ما تبخلش علينا بتعليق كويس تحت الفيديو وتعمل لايك وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة. كان معاكم كابتن اناليس.